هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا راكبة السفينة. في احوال بلدنا، انا جاي النهارده جاي اتكلم عن احنا في شهر رمضان، وبقول لكم كل سنه طيبين، وبرضه بهني الاخوه المسيحيين بعيادهم كل عام وهم بخير. ولكن انا عاوز اتكلم، احنا في شهر رمضان، شهر يعني فضيل، بنصوم طول النهار. انا مش عارف الناس فين. الناس بتصوم طول النهار عن الاكل والشرب، بتصوم طول النهار عن اي حاجه تغضب ربنا، ومقضين اليوم على بقدر امكانهم يصلوا ويصوموا ويقروا قران وحاجه زي الفل، والله اعلم. يجوا بعد العشاء طبعا بيقوموا يروحوا يصلوا التراويح. يجوا بعد التراويح يمسكوا التلفزيون، لا ده مش من اذان المغرب نبدا ببرنامج تافه بتاع رامز نيفر اند. انا ما اعرفش ايه الحكمه من البرنامج ده، ايه الهدف؟ انت بتوصف البرنامج ده الناس لايه؟ ان انت بتجيب ناس تهينهم ويقول اهانه. يعني ما فيش واحد قال اهانه، شكله تخين رفيع مش عارف ايه عامل زي ايه، وعمال يهين في الناس اللي جايه، الضيوف اللي جايبهم ده عشان الفلوس. وللعلم عايز اقول حاجه، الناس دي عارفه رايحه بتعمل ايه. اللي يقول لك ده مقلب، ده مش حاجه اسمها مقلب. اللي يقول لك انا ما اعرفش، ده كذاب. اللي انا اعرفه على حد علمي والله اعلم، ان المفروض ان اي مشهد بيتم تمثيله ممكن يتعاد مره واثنين واربعه، ما بيعيدوش تمثيل المشاهد ديت، تتعاد. هم طالعين من بيوتهم وقابضين ومكيشين وعارفين هيعملوا ايه وهيتعمل فيهم ايه. ولكن عشان احنا سذج، احنا غلابه، بيضحكوا علينا ان ده مقلب، واحنا بنقعد ننبسط بيه. مين بيضحك على مين؟ ولكن معلش، في ناس بتابعاه وتشوفه. ده من ضمن التفاهات، ده من ضمن الحاجات اللي بيضحكوا بقى على عقولنا. برنامج اهبل عبيط، ولكن اللي بيتفرج براحته. طيب يا عم، انت صايم طول اليوم عن اي حاجه تغضب ربنا، تيجي اخر النهار بالليل تتابع مسلسلات تطلع انت عملته اسماء كتيره، وكلها بتتكلم عن الفساد وعن الرذيله. ايه يا جدعان؟ مفيش صفه كويسه في المجتمع تطلعوها؟ يعني الدراما بتاعتنا ما عادش موجود فيها خالص غير يا بلطجيه يا شمامين يا رقصات يا كده، ده الموجود. هي دي بقت يعني موجوده على الساحه. يعني هم الهدف بتاعهم ان هم يطلعوا يعني اي حاجه تجيب فلوس، مشاهدات، اعلانات، تتباع بره. اوعوا تنسوا ان انتوا بتسوقوا المسلسلات دي بره، واللي بره بيفكروا مصر مش المنظر ده، ولا هي مصر كده. يعني اللي انتوا بتعملوا ده، يا ترى هو طالع من واقعنا؟ ده فعل الواقع بتاعنا، ولا انتوا بتخلوا واقع كده؟ يعني في فيلم خالد يوسف اسمه حين ميسره، لما جاب العشوائيات والكلام ده في عشوائيه بس ما كانش بالوسخه ديت، مخدرات وحاجات من ديت. ليه كده؟ ليه الدراما بتاعتنا بتحاول تطلع السيء؟ ليه ما فيش دراما تطلع الحاجه النظيفه؟ ليه ما فيش مسلسل يتكلم عن الترابط الاسري، عن علاقه الاب بابنه وتطلع قيم؟ ليه ما فيش الكلام ده؟ ليه احنا بنحاول نشوق وما العالم دي ما بتترقبش؟ العالم دي ما فيش رقابه عليهم. يعني انا دلوقتي اعرف ان ما فيش دوله تجرؤ، ما فيش في دول ما يجرؤش اعلامي ولا مسلسل ولا فيلم يطلع يهين المجتمع بالمنظر اللي احنا فيه ده حاليا. فين وزير الاعلام؟ فين الناس ديت؟ ازاي انتوا متقبلين الناس دي احنا بنتهان؟ احنا كمجتمع مصر كمصريين جوه ارض مصر وبره مصر متهانين، لان اللي بره مفكرين مصر بالمنظر ده. احنا مش كده، ولا شعب مصر كده، مش بالمنظر اللي هم مطلعيننا فيه. مسلسلات كلها دي تجاره، والتجاره دي المفروض ان اصلا المفروض يوجه لهم تهم الاساءه للمجتمع. دول بيسوقونا، بلاش بيسوقونا، بيطلعوا ظواهر بتتفشى في المجتمع. في افلام، يعني انا اعرف ان مدرسه المشاغبين لما طلعت انهار التعليم، بقى الطالب بيهين مدرسه، العيال كبرت بقى الولد بيهين ابوه. يبقى الولد بيقول رمضان ده سكري ويا كمثري
وبقى بيتريقوا على الابهات. انا فاكر ان كان فيلم اسمه حياه او موت، كان فيلم مجموعه عمل درامي جميل جدا. ده كله كانوا بيجروا عشان خاطر واحد هيموت. الحكمدار يوسف شاهين، رشدي اباظه، حسين رياض، المجموعه دي كلها كانوا يجروا ورا بنت دور عشان خاطر يلحقوا ابوها من الموت. فيلم يستحق ان احنا نشوفه. هذه الافلام اللي كانت فعلا بتعرفك ان الدوله كلها بتتكاتف عشان تخدم المواطن، مش بتطلع مسلسلات هدفها المشاهد. ده ما يفرقش معاهم فلوس، ما يفرقش معاهم مجتمع واخلاقياته ومبادئه، ما عندوش الكلام ده خالص. يطلع اي موضوع واي حكايه ويهرم، وكله شغال على ايه؟ على المساخر ديت. هي دي مصر؟ ده اللي الاعلام بتاعنا ومسلسلاتنا في رمضان بتطلعه، وده اللي بنقعد نتفرج عليه. نضيع يومنا صايمين عن الاكل والشرب ورقنا ناشف، ونفطر بالليل على الوساخه ديت. ما اعرفش، انا مفروض ان كل واحد يأمت ان تصوم زي الناس ما تصومش خالص. بطلوا فرجه الكلام الهبل والمسلسلات الفارغه واللي بيحصل ده كله. يا ريت. وانت لو بطلتها في رمضان بطل بقى الشهر، بقى السنه، ما دام حاجه ما فيهاش فايده، ايه بتسلي نفسك بايه؟ عموما كل واحد حر، اللي عايز يتفرج يتفرج. انا قلت رايي، قلت ان احنا حتى لو بنصوم بنضيع صيامنا. يا ريت كل واحد يحافظ على صيامه، ما نتفرجش على. وبعدين انت تقعد تتفرج انت ومراتك وبنتك وولادك على الحاجات المبتذله ديت، الحاجات اللي ملهاش معنى ولا طعم، وبقى فيها كلام قبيح والفاظ وحاجات غريبه. انا مش عارف يعني. عموما كل واحد يشوف بيختار ايه وعاوز ايه وبيتفرج على ايه، وانت بتحافظ على صيامك ولا لا، وانت بتحافظ على اهل بيتك ولا لا، بنتك بتتفرج على ايه وابنك بيتفرج على ايه، وبنشوف ايه قاعدين بيجيبوا حاجات قصاد بعض ويشربوا مع بعض وحاجات زي الفل، ابنك بيلقط وبنتك بتلقط ومراتك قاعده تتفرج، وانت ولا انت هنا. يا ريت نحافظ على بيوتنا في احوال بلدنا.